النهاردة هنعمل مع بعض كفتة داوود باشا. طعمها مميز وسهلة جدا في التحضير. هنعملها خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة، وكمان هقول لكم على شوية تفاصيل صغيرة هتطلعها معاكم مظبوطة من أول مرة. والميزة في الوصفة دي إنها ما بتاخدش وقت كبير واحنا بنحضرها، وكمان ممكن تقدموها جنب رز أبيض أو رز بالشعرية، وحقيقي بتبقى طعمها حلو جدا. فيلا نبدأ ونشوف طريقتها مع بعض. أول حاجة هنحتاجها في وصفتنا وهي اللحمة المفرومة. هستخدم هنا كيلو من اللحمة المفرومة، عليها 200 جرام من الدهون. والدهون هنا مهمة جدا لأنها هتخلي بعد كده الكفتة تبقى جوسي وطرية. وبالنسبة للحمة المفرومة فهي لازم تكون مفرومة مرتين. أنا هنا كانت مفرومة مرة واحدة، فهضيف عليها البهارات وبعدين هفرمها تاني. بالنسبة للبهارات معايا معلقة ملح، معلقة فلفل أسود، معلقة قرفة، معلقة كمون، معلقة أو معلقتين كبار من بهارات الكفتة. هضيف البهارات عندي على اللحمة، وهضيف عليها بصلة وسط مفرومة ناعم. ولازم نصفي البصلة كويس من المية. وبالنسبة لمية البصل فما ترموهاش، ممكن تتبلوا بيها اللحمة المشوية. واللحمة المفرومة عندي كانت مفرومة مرة واحدة، فلما ضفت عليها البهارات والبصل هفرمها تاني عندي في الكبة، وهنفرمها ناعم جدا. انا ضفتها كلها مرة واحدة، وده عشان الكبة عندي كانت كبيرة. لو الكبة صغيرة فبتقسموها على مرتين، ده عشان اللحمة تتفرم معانا وتبقى ناعمة جدا. بعد ما اللحمة عندي اتفرمت ناعم هضيفها عندي في الطبق. ولو اللحمة عندكم كانت مفرومة مرتين فهتضيفوا عليها البهارات والبصل، وبعد كده بتكملوا باقي الخطوات. ودلوقتي بعد ما خلصنا فرم اللحمة وضفنا عليها البهارات عندنا والبصل، نيجي دلوقتي للخطوة المهمة وهي تكوير الكفتة. بناخد جزء صغير من اللحمة المفرومة في ايدنا ونبدأ نكوره على شكل كرات كده، تبقى حجمها متوسط، مش كبيرة قوي عشان تستوي كويس من جوه، ومش صغيرة قوي عشان ما تنشفش معانا. ومهم نخلي الكرات كلها قد بعض تقريبا، وده عشان التسوية تبقى مظبوطة وما يبقاش في واحدة مستوية والتانية لأ. ولو حسيتوا ان الكفتة بتلزق في ايدكم، هتدهنوا ايدكم بحاجة بسيطة جدا من الزيت، وده هيسهل عليكم جدا في التشكيل. ولو لقيتوا ان اللحمة معاكوا طرية ومش ماسكة نفسها كويس، فهتضيفوا عليها معلقة نشا. والنشا هنا هيساعد ان اللحمة تمسك نفسها، وهتسهل عليكم جدا في التشكيل. وقبل ما نحط الكفتة اللي كورناها في الطبق، بنرش الاول الطبق بطبقة من الدقيق، والخطوة دي بتمنع ان الكفتة انها تلزق في الطبق او في بعضها، وكمان بتحافظ على شكلها لعند ما نحمرها. بعد ما خلصت تكوير الكفتة كلها، وزي ما انتم شايفين كده ان حجمها وسط، ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة، هنرشها كده من فوق برشة دقيق. ودي هتخلي ان الكفتة تحافظ على شكلها وما تلزقش في بعض، وكمان هتساعدها انها تمسك نفسها اكتر وقت التحمير. بعد كده هندخلها التلاجة حوالي نص ساعة. الخطوة دي مهمة جدا عشان الكفتة تشد كده وتمسك نفسها كويس، ولما نيجي نحمرها تفضل محافظة على شكلها وما تتفتحش معانا. هنسيب بقى الكفتة في التلاجة ونحضر الصلصة بتاعتها. فيها توم مفروم، دي حوالي كده معلقتين من التوم. هنحط معاهم شوية زيت وهنرفعهم على النار. ودلوقتي هنقلب التوم في الزيت. ولازم ناخد بالنا ان احنا ما بنحرقش التوم، مجرد بس ما بياخد لون دهبي فاتح او يصفر شوية ويبدأ ان هو يطلع ريحته، بنعرف ان هو كده خلاص تمام، وبنكمل باقي الوصفة. هنضيف على التوم معلقة كبيرة بابريكا، وهنقلبها على طول عشان لو سيبناها من غير تقليب فهتتحرق معانا. وبعد كده هنضيف عصير الطماطم، هنقلبه مع التوم، وبعد كده هنسيبه على نار وسط لعند ما يغلي شوية. وبالنسبة للبهارات اللي احنا هنضيفها، معايا نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة ملح، وعندي معلقة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم، ومكعب مرقة. وهنضيف كمان معلقة صغيرة قرفة. هنقلب كل المكونات دي مع بعض، وهنسيب الصلصة تتسبك لعند ما قوامها يتقل شوية. هنغطي عليها وهنسيبها على نار وسط. ودلوقتي بعد ما الكفتة ارتاحت في التلاجة، هنطلعها وهنسخن طاسة على النار، وهننزل فيها بالزيت. ولما الزيت يسخن كويس هنبدأ نحط الكفتة ونسيبها تتحمر من كل ناحية.
واهم حاجة ان احنا هنسيبها تاخد صدمة من الزيت السخن الاول قبل ما نقلبها. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وانا هنا مش هحمر الكفتة كلها مرة واحدة، هنقسم الكمية على مرتين، وده عشان لو نزلت بالكمية كلها مرة واحدة فالكفتة هتلزق في بعض. ودلوقتي بعد ما الكفتة اتحمرت من كل ناحية هنشيلها من الطاسة وهنحطها في طبق على جنب. واحنا بنشيل الكفتة نحاول نصفيها كويس من الزيت، وده عشان تنزل اي زيت زيادة تبقى موجودة فيها. ودلوقتي هننزل عندي بكمية الكفتة الباقية عشان نحمرها في نفس الطاسة وفي نفس الزيت اللي حمرنا فيه الكفتة في المرة الأولى. ودلوقتي بعد ما خلصنا تحمير الكفتة، ودلوقتي هنضيف الكفتة اللي اتحمرت في الصلصة اللي جهزناها. هنقلب الكفتة عندي في الصلصة. بعد كده هنزود عندي مية سخنة، ودي خطوة مهمة جدا لأنها هتساعد الكفتة إنها تكمل السوا بتاعها، وكمان بتخلي الصلصة قوامها مظبوط، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. وبعدين هنغطي عليهم وهنسيبها تستوي على نار وسط. هي متاخدش وقت كتير، يعني هي حوالي 5 دقايق وهتلاقوها استوت معاكم. ودلوقتي بعد ما الكفتة خلصت واستوت كويس في الصلصة، فممكن تقدموها زي ما هي كده سخنة مع رز ابيض او رز بالشعرية، وده الشكل التقليدي بتاعنا. ممكن بقى ان احنا نحط الكفتة بالصلصة عندي في صينية بايركس وندخلها الفرن لعند ما تتحمر وتاخد وش كده من فوق، وحقيقي بيبقى طعمها حلو جدا. وبجد دي من الوصفات السهلة والمريحة واللي ما بتاخدش وقت كبير واحنا بنحضرها. هندخلها بقى الفرن تحت الشواية تتحمر كده من فوق زي ما انتم شايفين كده، بجد شكلها حلو جدا. وبعد ما طلعناها من الفرن ممكن نضيف عليها شوية بقدونس متقطع ناعم، وحقيقي ده بيديها شكل حلو جدا. جربوا كفتة داوود باشا بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. ممكن تقدموها مع رز بالشعرية زي ما انا عملت كده او رز ابيض. والوصفة دي مش محتاجة مكونات كتير ولا خطوات صعبة، ومع كده نتيجتها بتطلع ممتازة والكفتة طرية ومستوية كويس، والصلصة حقيقي مديها طعم حلو جدا. وكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة، كفتة داوود باشا بطريقة سهلة وخطوات واضحة. ولو وصلتم لعند هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي.